طيب السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك قلب اخوك فيديو جديد عن نسخة حظر واتساب جديدة. نسخة جامدة جدا غير النسخة اللي فاتت. تابع الشرح الاخر عشان تعرف مميزات النسخة وتعرف تحظر ارقام ازاي لو انت مش بتعرف تحظر ارقام. فتابع الشرح الاخر. والناس اللي عايزة برضه تستنسخ النسخة هقولك ازاي تستنسخ نسخة كان دي او اي نسخة حظر عندك. تمام تابع الشرح الاخر. بس الاول لو انت مش مشترك عندي في القناه انزل اعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس وحط لايك كومنت للفيديو، مش طالب منك اكتر من كده. تمام يعني قدرنا بس على الفيديوهات وتعب الفيديوهات، وهسيب لك لينك النسخه مباشر في وصف الفيديو. تمام يا قلبي تمام. دلوقتي هتخش كده على نسخه الحظر. ده طبعا هتسجل على الرقم بتاعك عادي جدا، هتفتح معاك بالشكل الجامد ده. اللون ده اللون الاحمر، نزلت اللي فاتت باللون السماوي. تمام دي هتكون باللون الاحمر عشان كل طلبها باللون الاحمر، وقرايتها عربي عشان كله عايزها عربي. تمام نيجي كده بقى نعمل شات جديد ونشوف شكل الشات من جوه. تمام ادي ده شكل الشات. يعني خليته اللي هو الشات العادي، مرضتش اغير الوان في النسخة او العب في الالوان او ارض. انا خليتها باللي هو اللون الطبيعي. تمام عشان اللي هو اللون يكون حلو، مرضتش اللي هو بخلي الالوان، اخلي مثلا الواجهة دي بيضة او حمراء او كذا او خضراء او مثلا صفرا زي النسخة اللي فاتت. اللي انا نزلت تابع خليتها بيضة زي ما هي. تمام طب ايه مميزات النسخة دي بقى؟ النسخة اللي هي العادية وكده هقول لك ايه مميزات النسخة دي وازاي تحظر بيها ارقام. تمام دلوقتي طبعا نخش كده 3 نقط. عندك نسخة نسخة حظر الأرقام. تمام عندك الخصوصية والسمات وكل حاجة. خش على الحماية الخصوصية. عندك هنا قلبي زر العكس، زر العكس الرسالة لحظر الأرقام. تمام زر العكس ده مش متفاعل عادي، انت ممكن تبقى بقى رسائل وتساب الرسالة عادي جدا. تعمل تفعل كده زر العكس يتفاعل معاك. ترجع تخش على الشات تلاقي الشات ادي اتعكس بالرسالة كأنها هي اللي بتجيلك، أكنه هو اللي بيبعتلك كده، أو عايز تفك شات براحتك. تمام طب ده طبعا انت طبعا اكنك كده رميت البند ده في قلب الشات، اكن مثلا ده البند كلت رميت البند في الشات عادي جدا. تطلع تعمل الابلاغات بتاعتك. طيب انت بتعمل دلوقتي زي نسخة عادية؟ لا دي مش زي نسخة عادية بقى. النسخة العادية بتعمل كده تضغط على الابلاغ عن علامة الصح. دي هنا بتكون موجودة هنا مش متشالة. لا هنا في النسخة انت بتضغط علامة الصح متشالة، انت اللي بتفعلها بنفسك او تقفلها. طيب الميزة التانية اللي هي شاشة ثابتة، تعمل إبلاغ. بص تم إرسال الإبلاغ والشاشة لسه ثابتة زي ما هي، يعني دي متحركش ولا طالع بره كده ولا أي حاجة، لأ زي ما هي. دي الميزة بتاعتها اللي هي ضرب الإبلاغات، تفضل تعمل إبلاغ كده أهو. بص أهي، هي حاجة جامدة. افضل تعمل إبلاغات 100 إبلاغ في أقل من دقايق. انت لو بتعمل النسخة التانية ولا هي العادية هتاخد وقت كتير منك وهتبقى يعني انت مش هتبقى لطيفة بالنسبة لك. فدي النسخة جامدة جدا في ضرب الإبلاغات، والإبلاغات بتاعتها قوية. يعني لو انت بتحذر أرقام ويحذر الرقم معاك بسرعة، افضل اعمل إبلاغات براحتك في ثواني. لو بتعمل 50 إبلاغ ولا 100 إبلاغ. طيب ده من جوه الشات. نعمل بقى شات جديد كده. تمام كأننا برضو رمينا البند. مثلا ده كده البند. خلاص الإبلاغات بتاعتك من بره، وجاي تعمل إبلاغات اللي هي من جوه الشات. تمام هتعمل الإبلاغات بتاعتك برضو ضرب إبلاغات أهي. افضل اعمل الإبلاغات بتاعتك، والعلامة ديت انت بتطلع من هنا تخش بتتشال. فانت لو عملت إبلاغ واحد بتتشال بعدها، بتطلعك برا الواجهة دي. فايه هتخش تعمل ايه يا معلم؟ ترمي البند بتاعك. افضل اعمل إبلاغات براحتك برضو، ودي أسرع من اللي فوق كمان. تيجي عند الإبلاغ الأخيرة تعمل فعل علامة الصح انت بقى بنفسك وتعمل إبلاغ. تمام بس كده، ده كل الحوار في النسخة. النسخة جامدة جدا فيها كل حاجة ايه. تمام عايز تنسخها بقى مثلا زي النسخ دي كده؟ لا زي مثلا دول كده، دي نسخة تانية تنسخها. نسخ عندي نسخ كتير تقدر تعمل زي دول كده. طب هتعملها ازاي؟ هقولك تعملها ازاي. تخش عندك يكون عندك ام تي مانجر. تمام تيجي عند النسخة اللي انت عايز تنسخها. فهنعمل ايه نسخة دلوقتي معلش. طب هنيجي عند النسخة دي كده، هتضغط عليها. بعد ما تختار طبعا من هنا من القايمة دي تختار النسخة، تيجي هنا عند كلمة تختار النسخة، تضغط ضغطة كده على النسخة وتعمل العلامة دي. تختار تاني واحدة كلاون اي بي كي، تفعلها. هتضغط على قصدي وتفعل علامة الصح دي على الزرار ده. هتفعل الزرار ده تسيب علامة الصح، لو مش تفعلها تفعلها وتعمل اوكي. تمام استنى كده تحمل معاك بالشكل ده.
طبعا سيبها تحمل، وبرضه اسيب لك بند حظر في وصف الفيديو، بس انت هتحتاج تعمل منه بلاغات كتير لان البند بقى ضعيف جدا لان أنا منزله بقالي فتره كبيره. والناس اللي عايزه بنود ان شاء الله انزل لكم الفتره الجايه دي بنود، بس عشان التلغيم بقى صعب جدا، ومش طرق التلغيم معظمها وقفت. تمام. فدلوقتي قلبي، بعد ما النسخة حملت طلع لك اتنين فوق بعض، واحدة باللون الأسمر واحدة باللون الأخضر. طيب هتمسح اللي باللون الأسمر، ضغط عليها مطولة وتعمل ديليت، تعمل أوكي. اللي كان باللون الأحمر باللون الأخضر الأسود قصدي، بقى باللون آسف، اللي كان باللون الأخضر بقى باللون الأسود، اللي هي الجديدة. ضغط عليها وتعمل انستل وتعمل تثبيت. ما جالكش تحديث دي لو هي عندك وانت بتحدثها، لا ده جالك تثبيت. تمام، انت بتحدث النسخة عادي جدا، قصدي بتثبتها، تعمل تثبيت وتلاقي نزلت عندك بس بكل سهولة. تقدر تكرر الحوار ده كتير في كل النسخ عادي جدا. تمام. وبالنسبة للنسخة ديت أنا هسيبها لك برضو في وصف الفيديو، والتحديث بتاعها هنزلها أول بأول على القناة قبل ما تنزل التحديث والنسخة تقفل عندك، هنزلك التحديث بتاعها. تمام قلبي، ده كده يكون فيديو النهاردة. هسيب لك برضو اللينكات بتاع كل حاجة في وصف الفيديو. متنساش تقدرني تعمل اشتراك للقناة، خش اشترك في قناة التليجرام. بنزل كل حاجة هناك، بحظر أرقام هناك، بفك حظر أرقام فيك، كل حاجة موجودة هناك في قناة التليجرام. خش كلمني هناك كل اللي أنت عايزه، قلب أخوك وعينيا ليك. وسلام يا أخواتي.